جربتوا الحواوشي البيتي وجماله؟ هقول لكم على سر العجينه وخلطه اللحمه الجباره، وهنجرب طريقتين للتسويه، شويه على الجريل من فوق وشويه جوه الفرن عشان نشوف الفرق في القرمشه واللون. يلا بينا. زي ما انتم شايفين، وكمان بقى توزيعة اللحمه جوه الرغيف حاجه تانية خالص. مش بس كده، العجين اللي هيتبقى معاكي هتعملي منه احلى عيش شامي تحفه. شوف المكونات بتاعتنا: 3 كوبايات ميه دافيه، باكيت خميره كامل اللي هي معلقه كبيره ونص خميره، معانا معلقتين سكر ومعلقه صغيره ملح، وندوبهم كويس. وبعد كده نسيبهم على جنب، ومعانا كيلو دقيق عليه معلقتين سمنه او معلقتين زبده او معلقتين زيت، ونقلبهم كويس بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وننزل بالدوره الميه الدافيه اللي بتدوب فيه السكر والملح والخميره كويس جدا، ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. ونعجن العجينه بتاعتنا، مش هتاخد منك وقت خالص لان احنا مدوبين السكر والملح والخميره في الميه. الموضوع ده بيسهل عليكي العجن جدا. بنغطي الطبق العجين ونحطه على طبق تاني كان فيه ميه سخنه يخمر جنبنا واحنا بنحضر اللحمه. خلطة الحواوشي اللي هتدعي لي من جمال طعمها: معانا كيلو لحمة مفرومة، هنحط عليهم 2 كيس من خلطة حواوشي ماجي، تمام. وهنحط معانا بصلتين كبار متقطعين مفرومين فرم ناعم ومتصفيين، ومعانا حزمتين بقدونس، تمام. هنعجنهم كويس وبعد كده نقطعهم ل10 كور. الكيلو لحمة هيعمل معاكي 10 قطع بالشكل ده، قد البرتقانايه كده زي ما انتم شايفين. التوقيت ده خلاص قطعنا اللحمه، كان العجين بتاعنا ارتاح او خمر نص تخميره كده. هنبتدي برضو نقطعه، هيعمل معاكي 10 قطع بحجم البرتقانه. انا خدت قطعه وقسمتها لاتنين، وهنعمل رغيفين منهم اللي هو من غير حشو خالص. بالنسبه بقى للحواوشي، بتاخدي قطعه العجين قد قطعه اللحمه بالظبط، وبعد كده بتفرديها زي ما انتم شايفين كده. الفرده اللي تخليني اقفل على اللحمه بالشكل ده وتكون كلها متساويه، عشان لما نيجي نوزع اللحمه في العجين يبقى متوزعه مظبوطه ومتساويه. هقفل كل القطع اللي معايا الاول قبل ما اعمل اي حاجه او احط ايدي في زيت او سمنه. ليه؟ عشان خاطر العجينه تتقفل معاكي كويس وتكون متقفله على اللحمه حلو جدا. بعد كده بتجيبي معلقتين زبده تسيحيهم وتخليهم جنبك، او معلقتين زيت، وتبتدي كده تدهني الرخامه او الترابيزه بالزبده، وتحطي قطعه العجين وتبتدي كده تسويها، تخليها متساويه كلها. توزعي اللحمه مع العيش حلو جدا بالشكل ده. احلى واسهل طريقه لعمل الحواوشي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اللايك والمتابعه ومشاركه الفيديو عشان الكل يستفاد. كمان فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو بنعمله. هنا حطيت طبعا حبه البركه على الوش، حطي حبه البركه او سمسم. وكمان دهنت الصاج بتاعي دهنه زبده، تمام. كل العجين بتاعي هنا انا عاملاه بنفس الطريقه، حاطه اللحمه الاول وبعد كده ابتديت افرد كل العيش اللي معايا. هنا حطينا جريل على البوتاجاز من فوق وموطيين النار ومغطيين، وفي الناحيه التانيه حاطين في الفرن. حطينا الصاج بتاعنا في الفرن ونبتدي كده اطلعه بره الفرن. انا بسوي تحت فوق اول رف في الارضيه. اطلع الصاج بتاعي وابتدي ان انا اقلب العيش. دي احلى تسويه، هتخلي العيش معاكي طري جدا جدا، غير انك تطلعيه فوق تحت الشوايه. هقلب العيش كله، طبعا اللي في النص بيستوي اكتر، ومعايا كمان بسوي في نفس التوقيت العيش اللي هو الرغيفين اللي عملتهم من نفس العجينه لوحدهم، تمام. وبطلع كده بقى من الفرن زي ما انتم شايفين. ولو لزق معاكي حاجه كده في الصاج، بتبتدي ان انت تحكيها بالشكل ده وتطلعيها وتدهني الصاج دهنة زبدة، وتكملي تسوية عادي جدا لو انت حابة تسوي كل العيش بتاعك في الفرن، تمام. الموضوع ما فيهوش اي مشكلة. يعني اللي ما عندهاش فرن هتسوي حواوشي، واللي يعني فوق تحت الدنيا هتبقى تمام معاكي، تمام. وحطيت الرغيفين اللي كانوا على الحرف في النص يستووا، وهنا بكمل تسويه في الجريل، تمام. عايزه اقول لكم ان انا طلعت الاثنين تسويه واحده. مش هقول لكم في فرق ليه، لان انا سويت تحت على الارضيه ودهنت زبده. يعني الرغيف لما تلاقيه ناشف معاكي، فرشه كده فيها الزبده وتدهني، هيطلع معاكي العيش كله فوق زي تحت، تحفه. غير لما بتطلعي العيش فوق تحت الشوايه بينشف، مش هيبقى احلى حاجه. لا، طريقه التسويه دي هتطلع معاكي العيش بجد روعه. الكميه اللي احنا عملناها اهي ما شاء الله. بجد كل اللي كانوا نايمين في البيت صحيوا، واللي كانوا بره جم والجيران جت على الريحه، ودول الرغيفين اللي اتبقوا معايا من العجينه بتاعتي. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، عيش ده تحفه. تعمليه رمضان، تعمليه عامه لكل جميع السندوتشات، روعه. هنا عايزه اوريكي توزيعه اللحمه او الطريقه اللي احنا وزعنا بيها اللحمه في الرغيف. وزعت معانا اللحمه ازاي؟ يعني مفيش حته سميكه وحته رفيعه، ولا العيش بتاعنا بصوا بسم الله ما شاء الله، حاجه بجد ما شاء الله. مفيش مره عملت بالطريقه ديت وخذلتني ابدا. كل مره بعمل بيها الحواوشي بالطريقه دي بتطلع معايا بصراحه احلى نتيجه. والنهارده النتيجه احلى واحلى لما حطيت كميه الزبده التمام وانا بسوي. حطي كميه زبده حلوه وانت بتسوي، هتطلع معاكي الدنيا تحفه.
ولما تيجي تسوي على الجريل من فوق وطي النار وغطي لو انت قلقانه من التسويه. بصوا توزيعه اللحمه ده، انا لو انا بعمله كده رغيف ورغيف فوق بعض يعني مش هوزعه بالطريقه دي. تمام، بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله. اتمنى تجربوه بنفس الطريقه وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. لو انتوا حابين تشوفوا معايا اي وصفات تانية كمان اكتبوا لي، ان شاء الله نعملها مع بعض. كل سنه وانتم طيبين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واتمنى تجربوا الطريقه. وهنا بقى كنا طبعا ايه بنفترس الحواوشي وبوريكم برضو توزيع اللحمه كان معانا عامل ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتم. استودعتكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.